السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير. اليوم الفيديو مالتنا يتكلم عن نبات جميل، هو نبات عطر الشاي. يعني والله ما أدري إيش أقول لكم عنه بس هو نبات سهل للغاية وريحته كلش حلوة. يعني تشوفوه هو ورقي ويطلع زهور جميلة، زهور وردية اللون. هسه أشوفكم هاي مكان، هاي إن شاء الله راح تفتح، وكان مفتح عندي هاي أيضا. شوفوا هاي كانت مفتحة الورود، لكنه خلص غمضت. أنا ما سويت فيديو من كانت مفتحة يعني أستمتع بيها، ما صار عندي مجال. هذا الجمال كله، ولا تجربون الريحة مالته بعد، يعني شنو أبد ما تعوفوه. هذا النبات الجميل اسمه نبات عطر الشاي. وهاي أيضا هنا مكان الزهور. شوفون صحيح زهورة يعني قليلة، لكن شكلها كلش حلو، وردية وناسكة. لكن احنا اللي يهمنا من هذا النبات هو مو الزهور مالته، اللي يهمنا هو الأوراق. أوراقه شكلها، شوفوا شكلها، شكلها سبحان الله الخالق شكل حلوة. شوفوا شكلها شكل حلو، واو، يعني تمعن بخلق الله، مثل الدانتيل مكركش. والريحة مالته يعني أنا هسه قاعدة، بس مجرد قاعدة لما لمسته الريحة مالته تخبل، ألمسه شوية بعد أكثر ريحة. أجي أرش الحديقة أرشها تطلع ريحته. زارعته يم الباب، اللي داخل يشتمها واللي طالع يشتمها، ريحته جدا جميلة. وين يعيش هذا النبات؟ هذا النبات الجميل الرقيق، يعني شنو أقول لكم؟ أولا يعيش في جميع أنواع التربة، لكن كل ما خليت التربة مالته جيدة التصريف يكون أفضل. يعني تربة زميج، تربة رتموس، أي تربة، المهم ينزرع هو بالسنادين ناجح. بالأرض مو بس ناجح، بالأرض أصلا يعني يتخبل ويروح يصير تقريبا يعني محيط متر مربع أو أكثر، لأن هو يعتبر من النباتات المداد. شنو يعني نباتات مداد؟ يعني بس يتمدد الساق ماله يلمس الأرض يطلع جذور ويمشي بعد أكثر. يعني تقريبا هو يعني كاثر نفسه بعملية الترقيد، يكاثر نفسه بنفسه. هذا إذا كان بالأرض، فروعته كبار وتصير تقريبا مثل الشجيرة، يعني ممددة بالأرض، تترسلكم الأرض ترس بعد ما تعرفون وين تودونه. لكن إذا تريدون تسيطرون عليه فتزرعونه بسندانة. أنا هسه زارعته بسندانة، لأنه إذا أزرع بالحديقة بعد خلص يعني ما يبقى مكان، ما يبقى مجال لباقي الزهور أو الورود بحديقتي. أنا أحب كل شيء يعني يكون عندي تنوع. شوفوا هسه هاي هم، يعني هاي الورود هسه راح تطلع إن شاء الله بعد كم يوم، لكن قلت لكم أنا ما أهتم الورود، صح شكلها حلو ونازك، لكن أنا يهمني هو النبات. أولا هذا النبات يعيش في جميع أنواع التراب، وهذا النبات يعيش في الأماكن يعني خلينا نقول الشمس مغربلة، يعني يجي ظل بس ضوء شمس قوي خلص، يعني مو أشعة ضوء. يعيش بالحديقة تحت أشعة الشمس الحارة، نعم، لكنه إذا كانت الشمس حارقة جدا وتجي لفترات طويلة، يعني خلينا نقول من الصبح للمغرب، راح يمر فترات سبات، من تكون درجات الحرارة جدا عالية بالصيف والشمس قوية بشهر السابع والثامن، يمر فترات سبات. هاي فترة السبات راح تشوفون تبدي الأوراق تصفر وتضعف، فلا تخافون. يعني إذا واحد ما عنده غير هذا المكان وين يزرع قابل، أوكي يزرعه، لكن من يفوت فترة السبات يقلل الري مالته وما يخاف عليه وما يشلع ويقصه ويذبه ويقول مات، لا. قمة النمو مالته والإزهار والجمال يكون في الأشهر المعتدلة، الخريف، الربيع، بالصيف أيضا. لكن إذا كان يعني تحت الأشجار أو في مكان يعني نصب ظلي، تحت عريشة عنب، تحت الأشجار عادي، يا جنب الزهور والورود عادي يتحمل الحرارة. لكن إذا كان وحده تحت حرارة مباشرة وشمس حارقة، لا، يمر فترة السبات. وأيضا بالشتاء البارد، يعني إذا كان بالشتاء الجو حلو، الأيام الحلوة البيل المعتدلة الدافية، أيضا أمورها ما بيها عيب. لكنه من تصير درجة يعني الحرارة كلش يعني
باردة ناقصة درجة الحرارة كله، إذا عفوا درجة البرودة شديدة أيضا يمر بفترة سبات، وتشوفون تبدي أوراقه تضعف وتصفر. نقطة مهمة، أي ورقة تشوفوها تصير صفرة وتعبانة لا تبقوها بالنبات، قبل اقطعوها واشمروها، يعني كل فايدة ما بيها. زين عيني، استمتعوا بيه، ازرعوا بالسندانة، ازرعوا بالأرض، إذا زرعتوا بالأرض راح يخبصكم، فاختاروا له مكان ما بيشي، لأنه إذا خبصكم ينام على كل النباتات، هالقد ما شاء الله قوي ويمشي بسرعة. إذا ردتوا تسيطرون عليه ازرعوه بالسنادين. السقي يكون منتظم عند جفاف التربة. التسميد دائما أني أنصح بسماد، صح هو بس ورق وجذور، يعني النيتروجين عالي كل زين عليه، لكنه للما يعرف حتى لا يحترق عند النبات لا يستخدم لا نيتروجين عالي ولا غيرها. دائما يستخدم سماد متوازن NPK 2020. طبعا أنا هنا زارعة قلم للمينوية وناجح ومزهر، شوفوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عفوا، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا شلون إذا شفت الزهور يعني معناته هو يعني عايش بمكان تصله الشمس. شوفوا هاي زهرة المينا، هذا قلم، هذا قلم زهرة المينا، جيت وحطيته هنا بصف عطرة الشاي ونمى وصار، والحمد لله والشكر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هسه عرفنا التربة اللي يعيش بيها، جميع أنواع التراب وخاصة جيدة التصريف. يعيش بالسندانة، يعيش بالأرض، يعيش بالسندانة وتعلقوها، هو يكون كنبات متدلي مزهر جميل. ازرعوه قرب الأبواب حتى وانتوا طالعين تشتمون الريحة الحلوة. نبات صالح للأكل، يعني هاي ورقة واحدة تخلوها والله ريحة تخبل صلوات على محمد، تخلوها بكوب الشاي، يعني ورقة واحدة أصلا قوري شاي، قوري ورقة واحدة خلوها بقوري الشاي راح تعطر لكم الشاي كله، يسوي ريحته وطعمه كلش حلو. يكبر عندكم ويصير كثيف، تقطعون من أغصانه وتتخلصون من الأوراق الأسفل وتخلوه بسندانة مال مي تخلوه داخل البيت، ترسلكم البيت ريحة. تقطعون ورقة بإيدكم انتوا ماشيين تشتمون بيها ورايحين للدوام تخبل. تاكلون سمك ومحتارين بريحة السمك ما تروح من ايديكم، اقطع ورقة وافركوها بايديكم ريحتها تخبل. اللي يقطع من عندكم ورقة ويخلي بسيارته ريحتها تخبل، يعني حلو، هو كل اسمه عطر، يعني انت كأنما حاط شيشة عطر ببيتك، شو كنت ما تريد تتعطر منها. حتى في بعض الأحيان يعني تاخذون كم ورقة تخلون يعني يم الوسادة مالتكم انتوا نايمين، عطره جميل مريح للأعصاب. سمدوه مرة بالشهر سماد NPK، ملعقة شاي ممسوحة على لتر ماء، واسقوا من عنده على حسب وحجم النبات. إذا كان بالأرض ياخذ كمية أكثر، إذا بالسندانة كمية أقل. يحب إضاءة قوية، لكن أشعة الشمس المباشرة في بعض الأحيان أو في بعض المحافظات تأذيه. ازرعوا قرب الأشجار، تحت الأشجار تجي شمس مغربة، لاي أفضل مكان إله. أرجوكم اشتروا من عنده، أرجوكم، لأن كلش حلو، ما تحطوه حلو. لا تكثرون من عنده بشرب الشاي، يعني أنا يعني قرأت معلومة أنه اللي يخلي هواي من عنده شلون نقول يعني يخلي سيلان بالدم عفوا، يعني اللي يستخدمه هواي بالشاي يسوي سيلان، يعني شغلات نزف ما نزف، يعني عطل توقفها. فكونوا حذرين باستخدام الأعشاب دائما. خلي مرة بالأسبوع سوي لك فطوري شاي حلو، اقعد بالحديقة وخلي بيه هاي الورقة، مرتين بالأسبوع كافي. التكاثر مالته، تكاثر هذا النبات الجميل أفضل تكاثر إله يعني برأيي هو بالترقيد، إذا كان موجود بالأرض شوية وين ما تشوف ساقه يمشي شوية تحفر، يعني هيك تحرك التربة تحته، تخلي الساق يمشي وتخلي عليه فد حجر فد ثقل فد أي شيء أو ماشة أو سيم مثل ما علمتكم بعض الفيديوهات، هو راح يكون جذور جديدة بعد فترة، تجي تشيله هو والتربة مالته والجذور تزرعه بسندانة أخرى أو بالعقل، يعني طريقة زراعته جدا سهلة. هسه هاي عقلة نقطعها من هنا تحت يعني الأورقة،
نتخلص من الأوراق هاي الأسفل، نخلي بس هاي العقلة الفوق ونزرعها بسندانة رأسا، يعني ما ننتظر نجذر ما نجذر، لا. هاي أيضا عقلة يعني تكاثر بالعقل الطرفية. شوفوا هاي جميلة جدا، يعني هسه أنا إذا أقطعها من هنا أقطعها، وشكرا يا الطيارة، أقطعها من هنا قبل أجي أزرعها. أهم شي بالعقلة أنه نتخلص من الأوراق اللي بأسفل العقلة حتى لا تسبب لنا التعفن، وتجون تخلوها بالسندانة، تخلوها بالأرض بسرعة تكبر فدوى الله، حتى النحلة تحبها يعني ريحتها حلوة. طبعا اكو على جانبي حمامة قاعد جت تريد تتريق، لأن أنا حاطتلهم أكل هنا، فأنا شنو ما أريد أندار يعني استدارة مفاجئة وأخرعها، خليها. وهذا كل ما كان عندنا عن نبات عطر الشاي أو العطرة. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الحمامة هسه راح تطلع لكم بالتصوير، أنا ما علي، هي قاعد تجي. هلا صباح الخير، شفتوها شلونك؟ ليش ما تخافين ها؟ طبعا هي تريد تاكل، أنا زعجتها بالتصوير. هاي نبات الجميل، شفتوها؟ هلا وشلونك؟ صباح الخير، ليش ما تخافين؟ أنا قاعدة أصور انتي قاعدة تقطعين علي التصوير. زين هي جتي على الأكل مالتها، خلي أني أقوم لأنها جوعانة خطية وتريد تاكل، يمكن أنا زعجتها. أي سؤال عن هذا النبات أنا حاضرة. أرجو أن تدعموني على قناتي، قناة فلفل وقرنفل على اليوتيوب. أرجو أن تشاركون هذا الفيديو مع أكثر عدد من الأصدقاء والأهل حتى يستفادون كل الناس من عنده، أو يستفادون من هذا النبات الجميل وعطره داخل بيوتهم وخارج بيوتهم. أرجو أن تزرعوا وتعلقوا جنب الشبابيك وجنب الأبواب، تكون عطره جميل راح تستمتعون به، أنا متأكدة. شاركوا الفيديوهات إذا سمحتوا بالجروبات مع الأهل والأصدقاء اللي يعرفوكم دعم إلي ودعم لقناتي، أنا محتاجة دعمكم. إذا شفتوا قناتي تستحق فأرجو أن تدعموني. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكرا جزيلا لكم، وربي يسعدكم. ولا تنسون ذكر الله، ولا تنسون تزرعون في الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مثل ما تغرزون بالأرض اغرزوا بالجنة. غرس الجنة ذكر الله، وغرس الأرض النباتات، واثنيناتهم أسهل ما يكون. سبحان الله اللي خلى بعبادتنا سهلة، وخلى يعني بالجمال اللي نحصل عليه أيضا سهل. صلى على النبي دائما تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن يكون استمتعتوا واستفادتوا من هذا الفيديو، وأرجو إن شاء الله بعد هذا الفيديو راح تروحون قبل تشترون من هذا النبات الجميل وتزرعوا. ولا حد يقول ما عندي مكان، أنا ما عندي مكان، سندانة كلش كافي. شكرا جزيلا لكم، وربي يسعدكم ويبارك لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسعدكم.